سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعاكم كيف العاده اختكم وصاحبتكم ربيعه الحسناويه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هاد العومه ولا هاد الغسله. هي غسله وتفوسيخه في نفس الوقت. هاد التفوسيخه هادي غزاله 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 باش كتحيدوا عليكم بزاف ديال الحوايج، بالخصوص البنات اللي ما عندهمش كيفاش يديروا يتبخروا، ولا البنات اللي ما كيبغيوش يتبخروا، ولا البنات اللي ساكنين في العمارات. يعني هاد الغسله هادي ديروها ليكم وديروها للناس اللي عزاز عليكم. الا كنتوا مثلا جوج ولا ثلاثه في الدار، ديروا الكميه كتيره وعوموا بها كاملين. راها كتحيد كل شيء، والله العظيم غزاله غزاله غزاله. الاسحار، السحر انواعه، العكس. يعني البنات اللي عندهم الامور معكسه، لا في الزواج ولا في الخدمه ولا مع الناس ولا ما عندهمش القبول، يعني اي حاجه معكسه ليكم ديروا هاد التشليله هادي ولا هاد الغسله هادي. التماريض، البنات اللي عندهم التماريض، البنات اللي تيمشيو للطبيب وصحتهم ما فيها حتى شي حاجه، ولكن تيحسوا براسهم عظامهم ضارينهم، عظامهم مدقدقين عليهم كي تنقولوا، ما قادرينش يقعدوا الراس. هادي راها غتهنيكم وبالتجربه البنات. وكذلك البنات اللي عندهم التابعه، يعني سواء قديمه ولا جديده، ديروا هاد التشليله هادي ولا هاد العومه هادي تطلق حتى للتابعه. وبالنسبه اللي عندهم العين، البنات اللي عندهم العين حتى هي، العين اللي متراكمه، العين اللي قديمه ولا جديده، حتى هي تطلق لها. يعني اي حاجه عندكم البنات، عكوسات، شوائب، اي حاجه، ديروا هاد الغسله ولا هاد التشليله وتفكروني. لحقاش بزاف ديال البنات كيكتبوا لي في التعليقات بانهم عندهم هاد المشكل هذا. و يعني واحد من هاد المشاكل هادو، يعني تماريض، عكس، سحر، بزاف ديال الحوايج، ولكن ما لقيتش ما انسب من هذه هي المناسبه لكم البنات. والله العظيم بغيتكم من قلبي ديروا هاد التشليله هادي، وغادي تدعيو معايا وغادي تفكروني عليها. المهم، بالنسبه للبنات اللي بغاو الرقم ديالي البنات، راه غادي يطلع قدامكم في الفيديو، ماشي في التعاليق البنات، ماشي في الارقام اللي في التعاليق. كيف تنقول لكم دائما 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 انا ما مسؤولاش عليها، لحقاش تلقى الناس كاتبين الارقام، وشي بنات كيتجاوبوا معاهم وتيتفاصلوا معاهم. المهم انا كنحضركم البنات الارقام اللي في التعاليق راها ما عندي بها حتى شي علاقه. شنو اول حاجه غنديروها البنات في هذه الوصفه؟ اول حاجه البنات غتمشيو عند العشاب. البنات اللي متوفر عندهم هذا الشيء اللي غنذكر لكم في الدار، ولا عندهم شي حاجه في الدار اللي ما عندكمش، جيبوها من عند العشاب. عندكم كل شيء تقدروا تخدموا به. البنات اللي ما عندهمش هما اللي غيمشيو عند العطار ولا العشاب وياخذوا هاد المواد كامله موجوده ومتوفره ورخيصه. اول حاجه غتاخذوا البنات، غتاخذوا الحرمل، غتاخذوا البنات الحرمل، غتاخذوا ورق موسى، يعني ورق الرند، ورق سيدنا موسى. غتاخذوا السيدر، السيدر معروف هو ديال اللي تيكون في السدره، يعني ديال النبق. غتاخذوا العرعار. عندنا الشبه، طريف صغيور ديال الشبه. عندنا الملحه الحيه، حتى هي طرف ديال الملحه الحيه، اي نوع، الملح الخشن اي نوع، بيض ولا كحل ولا اي نوع يمكن لكم ديروه. الورد البلدي، عندنا الورد البلدي معروف الورد. وعندنا الخزامه، واحد شويه كميه ديال الخزامه، وشويه ديال الحلبه، بالنسبه للحلبه غير شي شويه. ووراق الزيتون، واحد شويه، واحد الحفنه ديال وراق الزيتون. هاد المكونات اللي ذكرت لكم البنات كلها تقريبا غديروا الحفنه بيدكم، غير بيد وحده
باليد اليمنى تعبروا غير بالحفنه. يعني انا الطريقه ديالي في هذا الشيء تنعبر غير بالحفنه، غير بيدي. تهزوا مثلا حفينه ديال الحرمل، حفينه ديال العرعار، ديال السيدر، حفينه ديال الخزامه، ديال الورد. وبالنسبه للحلبه تهزوا غير بصباعكم واحد شويه. ورق الزيتون حتى هو حفنه. وبالنسبه للملحه الحيه والشبه راه ديروا طرف طرف. مفهوم البنات؟ نتمنى تكونوا فهمتوا عليا الطريقه. المهم تاخذوا الماء، تديروا واحد الطنجره فيها الماء، وتديروا هاد المكونات كاملين في هذاك الماء، وكتشعلوا عليها البوطه وتخليوها ملي تبدا تطبخ. حسبوا ليها 10 دقائق حتى لربع ساعه والمواد تطبخ ليكم البنات هاد المواد هاد المكونات، هاد العشوب كلها تطبخ لينا. منين كتطبخ كنطفيو عليها ونخليوها حتى تبرد. خليوها تبرد على خاطرها. ملي كتبرد البنات هاد المكونات شنو كديروهم في واحد السطل، ديروهم في شي سطيل ولا في هذيك الطنجره النيت، تغطيو عليهم. دابا مع كاين الجو فيه الشتاء تغطيوهم. المهم تقدر تكون شتاء تقدر ما تكونش. غادي نطلعوهم للسطح يتنجموا ليله كامله. غتنجموهم واخا يكونوا مغطيين واخا ما يكونوش نجوم. مفهوم عليا البنات؟ لان التنجيم ماشي ضروري يكونوا نجوم في السماء. وديروهم في السطح، ديروهم في بالكون، ديروهم في لاكور. المهم البلاصه اللي مقابله مع السماء. منين كتحطوهم ليله كامله لغد ليه كتاخذوهم. ومن الاحسن البنات ديروهم ليله الجمعه، ديروهم نهار الخميس في الليل تصبح في وجهكم الجمعه. لغد لي ملي كتصبح في وجهكم الجمعه، الا عندكم كيفاش ديروا الجمعه قلت لكم من الاحسن. ما عندكمش تقدروا ديروا في الايام ديال الاسبوع كامله. المهم الا لقيتوا من الاحسن طبقوها بالجمعه البنات. كتاخذوا البنات هذاك الماء لغد ليه وكتصفيوه يعني من داك المواد كامله حتى لغد ليها البنات. عاد كتصفيوه من ديك المواد كامله وكتعوموا. من بعد ما تغسلوا وتساليوا وديروا الصابون وتبغيو تخرجوا، عاد كتكبوا عليكم هذاك الماء اللي صفيتو. زيدوا عليه الماء سخون يعني دفيوه، زيدوا عليه ميها سخونه وكبوه عليكم من راسكم حتى لرجليكم، ويكون هو اخر حاجه غتكبوا عليكم البنات. يعني هو الاخر تشلوا به. مفهوم عليا؟ منين كتشلوا به كتكبوه صافي. كديروا الفوطه ديالكم وكتخرجوا. والماء اللي غيهبط يتجمع في شي بانيو ولا شي حاجه، يعني ما يمشيش في المجاري يا البنات. مفهوم عليا البنات؟ وتاخذوا داك الماء وديوه لشي جريده ولا لشي، واخا تكون عندكم جريده في الدار كبوه فيها. المهم بلاصه اللي تكون نقيه. غتحسوا براحه البنات وغتحسوا براسكم مرتاحين واحد الراحه فنه. وغتحسوا بواحد التيسير غتحسوا بواحد القبول. وكل شيء غيتشرح ليكم وكل شيء غادي يتفتح في وجهكم. والله العظيم غسله وعومه فنه. بغيتكم البنات تطبقوها. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. تنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، وإلا عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايكات الدعوات ديالكم، وتنحماق عليكم كاملين. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.